ولا تزال في قلبي وفي ضميري مشاعر قوية بالنسبة لأعضاء هذا الحزب اللي أقوم معهم أوقات في نقاشات وطنية ونقاشات تتعلق بمصر وحاضرها ومستقبلها. أنا متفائل بمصر المستقبل المصري، إنما طبعا هيكون في صعوبات وصعوبات كثيرة، إنما سوف نتغلب عليها وسوف تنطلق مصر إن شاء الله. إنما كي تنطلق يجب يكون الوسط السياسي كله يشتغل دون إقصاء، ولنرفض الإقصاء، ولا يمكن أن نقبل إقصاء لا لنا ولا غيرنا، لأنه مصر هي بلد الجميع وليست بلد هذا القصيم أو تلك المجموعة أو هذا الحزب أو هذا التآلف. نحن نملك مصر، نحن جميعا ومسؤولين عن مصر، وهذه المسؤولية يجب أن تظهر بكل وضوح، كل إصرار، كل تصميم على أن لكل حزب دوره ولكل مجموعة من المصريين اللي بيتفقوا على مبادئ معينة، على أفكار معينة، على خطط معينة، إنهم يحاربوا من أجلها ويحاولوا إنها تكون أساس من أسس التفاهم الوطني والقومي في الحال وفي الاستقبال. أنا متفائل جدا بالمستقبل المصري، وأعلم بالصعوبات، أعلم بالعقبات، أعلم بالطرق اللي ممكن في إطار المنافسة الحزبية تحصل، إنما في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأنتم جزء من هذا الصحيح. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان اللي قارب على الانتهاء، بمناسبة عيد الفطر، وأيضا بمناسبة هذا الزخم الهائل من المصريين اللي فرض أوضاع معينة وربما أدهش الكل. والحقيقة احنا لأننا استخدمنا القصد كثيرا، العالم اندهش، العالم يتابعنا في كان اللي يسوى واللي ما يسواش. النهارده هو فعلا بيتابع مصر وبيتابع ما يحدث في مصر، واللي بيحدث في مصر ده شيء غير مسبوق في أي من مجتمعات العالم، يجب أن نكون فخورين به. طبعا ده مش مكان احنا نهتف فيه، انما انا برضو اقول الكلام